السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. احنا الآن مع حضراتكم في أرض مزروعة بطاطس بالطريقة أو بطريقة الري الغمر وطريقة الزراعة البلدي اللي هي باستخدام المحرات البلدي. البطاطس دي صنفها اسبونتا. طبعا العروة دي عروة مبتقطعش فيها الحب خالص، الحباية بتتزرع سليمة. وزي ما انتوا عارفين لازم بتتعامل قبل الزراعة بالمطهرات اللازمة وبالهرمونات اللي هي بتعمل على تنظيم عملية التخريج. زي ما حضراتكم شايفين كده بتلاقي ان التخريج بعد كده بتبقى نسبة البراعم اللي طالعة في الجورة زي ما حضراتكم شايفة كده. شايفين البراعم بتبقى طالعة في الجورة عدد محترم، عندنا 4 أو 3، أقل حاجة 3 خلف أو 4 في نفس الوقت. دي الغرض من عملية الهرمانة. فعملية الري بالنسبة للبطاطس في الري الغمر احنا دايما بنحافظ على عملية الري بتاعنا، بيبقى ري دايما على الحامي في البدايات. يعني الأرض دي ما شربتش غير مرة واحدة من أول ما اتزرعت، وبعد كده بنبدأ إن شاء الله مجرد ما بنلاقي فيه على الأقل 95 أو من 90 ل95% إنبات نبدأ نروي الرية التانية. زي ما حضراتكم شايفين كده هي المساحة بسم الله ما شاء الله حوالي فدانين. بعد ما بنقوم بعملية الري دي، أي برعم كان ساكن أو لسه ما ظهرش على وش الأرض بيبدأ يظهر معانا. احنا بس اللي فوجئنا بيه النهاردة فوجئنا بإن عندنا إصابة جديدة بذبابة الفاكهة، بالذبابة البيضاء، إصابة بالذبابة البيضاء. ودي طبعا مشكلتها وخطورتها إنها بتعمل لنا فيروسة، بتفيرس لنا العيدان، وبالتالي الشجرة ما بتقدرش تغذي البطاطس تحت او الحب يعني بتاعها. فاحنا دلوقتي هنقوم بعملية رش خاصة بالذبابة البيضاء، وبعد كده ان شاء الله هنوافيكم خطوة بخطوة ببرامج التسميد وبرامج المكافحة الخاصة بالبطاطس، لان البطاطس انتوا عارفين مشكلتها في العروة دي الندوة المبكرة، وربنا المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.